طبعًا فات شهر ونُص على آخر فيديو نزّلته، يعني اعذروني متأسفة جدًا، هاحاول أنظّم المواعيد بتاعة تنزيل الفترة الجاية، بس يعني الحياة مليئة بالمشغوليات. المهم اتكلمنا عن أساسيات التصميم المرة اللي فاتت، وادّانا مثال بسيط إن أساسيات التصميم بتتكوّن لحاجتين اتنين، عناصر تصميم ومبادئ تصميم، وإن عناصر التصميم عاملة زي المكونات بتاعة الطبخة اللي إحنا بنطبخها، يعني لو ادّانا مثال على المكرونة بشاميل إن هي اللي هي مثلًا المكرونة واللبن ومش عارفة إيه وكذا، وكذا، كل مكونات المكرونة بشاميل هي العناصر التصميم بتاعتنا، والمبادئ بقى هي طريقة تحضير الطبخة ديّة أو أي طبخة عمومًا يعني. فده مثال بسيط عشان بس الموضوع يبقى واضح الفكرة إزاي إحنا بنستخدم عناصر التصميم ومبادئ التصميم. فخلينا نراجع مراجعة سريعة على عناصر التصميم عشان نبدأ على طول ندخل المبادئ ويكون ده فيديو جامع شامل المبادئ العناصر والمبادئ مع بعض. بس الفيديو اللي فات بتاع التصميم بتاع عناصر التصميم شرحنا بتفاصيل أكتر يعني. يلا بينا. عناصر التصميم بتسمى برضو بعناصر الفن السبعة اللي هي لا يخلو أي عمل فني أيا كان بقى منها، وهم الخط والشكل والكتلة والفراغ واللون والتون والملمس. يعني أي عمل فني دي المكونات اللي احنا المفروض نعمل بقى العمل الفني. الخط قلنا المرة اللي فاتت إن هو كل خط فيهم ليه غاية معينة وليه هدف معين. في حد كتب تعليق وإن عمل خط تقريبا مش فاكرة كان خط أفقي ولا إيه، وحاسس إن الموضوع مش مستقر ليه. ده كده انت ما وظفتش الخط بطريقه صح، لان طبعا يعني مع عناصر التصميم في حاجه اسمها تكوين الشكل التكويني بتاع التصميم نفسه. فممكن تحط خط وانت فعلا قصدك بيه كذا كذا، بس تحس ان الموضوع مش مستقر، تحس ان التصميم فيه حاجه غلط. ده لانك ما درستش كويس التصميم او ما وظفتش الخط ده في المكان الصح. فاحنا عندنا الخط الافقي اللي هو بيوحي بالاستقرار والهدوء والكلام ده كله، زي مثلا لو انت قاعد على البحر فانت شايف خط افقي كده قدامك فتحس كده براحة يعني. عشان كده الناس دايما لما بتكون عايزة تفصل من أي حاجة لازم تروح يعني تروح على البحر. ليه؟ لأن عايزة تحس بالهدوء. فالخط الأفقي بيمثل لنا الهدوء ده. زي برضو مثلا خط الرأس لأنه واقف بجوه كده فتحس إن هو شامخ، عنده كاريزما كده. الخط المنحني او ده الخط المايل، ده الخط المايل بيوحي يعني لو عايز نعمل حركه زي ما انا وريت لكم في التصميم اللي فات، في الفيديو بتاع التصميم اللي فات. والخط المنحني بقى برضو ليه توظيفات معينه. فعندنا اول حاجه هي الخطوط، ولازم لما نيجي نستخدم نكون عارفين وظيفه الخطوط عشان نعرف نوظفها بطريقه صح. الشكل، اي حاجه في الدنيا بتتكون من اشكال. يعني انت حتى كانسان بتتكون من اشكال، راسك عباره عن دايره، جسمك عباره عن مثلثات او مكعبات او اي حاجه. إيه، عندنا اي حاجه في الدنيا عباره عن شكل هندسي، ده عباره عن شكل مخروطي مش عارفه ايه. يعني ده الانسان اهوت كنموذج مصغر من الانسان. إيه، عباره كله عن اشكال هندسيه، كله اشكال هندسيه. فاي حاجه في الدنيا مخلوقه لما لو جينا جردناها من شكلها هنلاقي ان هي بتوحي في الاخر شكل هندسي. فده المقصود بالشكل. الكتله اللي هي الفورم اللي هي حاجه معموله كتله، مش 2 دي بقى، لا 3 دي. الفراغ وده برضه شرحناه بتفاصيل المره اللي فاتت، وهو ان عندنا في الفراغ اللي هي المساحه، عندنا مساحه سلبيه ومساحه ايجابيه. لازم المساحتين نوفق ما بينهم. فمثلا ايه هي المساحه السلبيه؟ المساحه السلبيه اللي هي بتبقى الفراغ حول التصميم. يعني مثلا لو هنعمل لوجو مثلا، فاللوجو هنا هو ده مكان اللوجو، والمساحة اللي ورا دي مساحة سلبية. لو كبيرة قوي فهتكون فاضية مش أحسن حاجة، ولو صغيرة قوي فاحنا لازم نوفق بين المساحة السلبية والمساحة الإيجابية. المساحة الإيجابية اللي هي الجزء اللي فيه العناصر، لو أنا مثلثات ودوائر مش عارفة ايه فهو الجزء اللي فيه العناصر. طبعا أنا في الآخر هنشرح الأساسيات والمبادئ، هديكوا بقى أمثلة على حاجات فعلية، على تصاميم فعلية. هنشوف ازاي هما وظفوا الحاجات دي كلها. وقلنا برضو ان الالوان كل لون بيدي طابع معين بيوحي بحاجه معينه. الاحمر لو بنستخدم الاحمر فانا بنستخدم مثلا لو عن الحب طبعا في درجات من الاحمر بيدي حاجه معينه، ممكن يمثل حاجه شر، رعب، حب، طاقه. انما الازرق فهو بيوحي اكتر بالهدوء ومش عارفه ايه. قلنا الكلام ده كله في الفيديو اللي فات، فممكن تراجعوه. التون بقى، فيعني عشان خاطر لازم أن تكونوا وانتوا بتستخدموا اللون، احنا هنستخدم لون احمر. في ليه هتستخدم اللون الاحمر؟ هل ايه الرساله اللي انت عايز توصلها؟ وده كله برضو ايه الرساله اللي عايزه اوصلها من اللون، ايه الرساله اللي عايزه اوصلها من الشكل اللي عايزه احطه، ايه الرساله اللي عايزه اوصلها من الخط اللي انا عايزه احطه. ده كله بنفكر فيه واحنا بنعمل التصميم. التون واللي احنا برضو بنقول عليه اللي هي الفاليو بتاع الدرجه بتاع اللون نفسه. هنا مثلا الاسود فاللي هو من الاسود لدرجات رسالة لحد ما نوصل للابيض. لو هنعمل احمر فاحنا برضو ممكن نستخدم كل درجات الاحمر لحد ما نوصل لحاجه فاتحه خالص.
التون الفاليو اللي هي قوة اللون، كل ما ضفنا لها لون أبيض كل ما ده خفف من لونها، كل ما ضفنا لها لون غامق بقى زي الأسود مثلا كل ما بيغمق من لونها، فده التون. هنشرح ممكن يعني إن شاء الله نعمل فيديو كامل عن الألوان لوحدها إن شاء الله إن شاء الله يعني. كده خلصنا التون. التون ده ما شرحتوش المره اللي فاتت فعشان كده عايزه اقوله المره دي. الملمس برضو شرحناه المره اللي فاتت بالتفصيل اكتر. هي الملمس بتاع الحاجه نفسها اللي هو مثلا لو عايزه ابين حاجه في ملمس خشبي، لو حاجه ناعمه حاجه خشنه حاجه مش عارفه ايه، ازاي نبين التكتشر بتاع الملمس نفسه. لو حاجه معدن ازاي يبين ان هي معدن. لو حاجه لو كتاب ازاي ما يبين ان الخامه ديت خامه كتاب مش مثلا حاسس ان انا كده. فدوت ايه الملمس. لازم نكون عارفين ازاي نعمل الحاجات دي كلها. فدولت مهمين جدا واحنا بنعمل اي تصميم. نفكر احنا معانا كده نكتب ورقه وقلم معانا عناصر التصميم، خط شكل كتله فراغ لون مش عارفه ايه. اوفر ده كله هنا في التصميم بتاعي. عادي ممكن مثلا ممكن التصميم يكونش فيه كتله، مش عامله له 3 دي كله 2 دي عادي. فممكن واحد يسقط مننا مش مشكله، بس لازم أن يكونوا متوفرين معانا. احنا قلنا دلوقتي ان عناصر التصميم هي ايه؟ هي المكونات اللي هنعمل بيها اي طبخه. يعني سوري لو انتوا بتنزعجوا من الامثله ديت، ولكن يعني عشان ابسط الحوار عليا وعليكم. فالعناصر التصميم هي مكونات اي طبخه. ايه هي بقى؟ ازاي هنحضر التصميم ده؟ ازاي هنحضر الطبخه ديت؟ بالمبادئ. خدوا بالكم هنا المبادئ لازم تتوفر معانا في التصميم. يعني لازم وانا بعمل تصميم اشوف هل هنا متوفر كذا، هنشوف الوقت ده كله. فخلينا نبدأ بأول مبدأ معانا وهو التوازن. انا ممكن اجيب زاوية شويه على جنب كده عشان نعرف ايه نشرحها. بصوا مثلا في التصميم ده بسيط جدا، اللي هو لو حطينا كتل مع بعضها في زاويه وسيبنا كتله واحده في زاويه مش هيكون مستقر ابدا. هتحس ان حتى انت عينيكم مش مرتاحه، تحسوا انكم عملوا كده اللي هو في حاجه غريبه في الموضوع. فالتوازن ببساطه هو توزيع العناصر البصريه في العمل الفني بطريقه تجعل العمل الفني مستقرا ومريحا للعين. عشان ابص للتصميم كده احس ان انا مرتاحه نفسيا. فاحنا بنحقق التوازن ده بثلاث حاجات. اول واحد هو اضعف واحد فيهم وبيستخدم في حالات ضيقه جدا مش على طول، هو ايه؟ التوازن المتماثل. بيقول لك ايه بقى هنا؟ التوازن المتماثل اللي هو انا مثلا لو هعمل حاجه فهعمل الجزء اليمين نفس الجزء الشمال بالظبط. ده توازن متماثل. وده زي ما قلت لكم ان ده اضعف تصميم ممكن نعمله. ممكن نستخدمه مثلا لو هنعمل حاجه مثلا فيها باترن لحاجه، حاجات بسيطه جدا يعني. وممكن نعمل حاجات اطفال كمان. انك تعمل حاجه فيها متماثله فدي مش احسن حاجه، ليها استخدامات بس ضيقه يعني. ان هو يكون في كل حاجه اصلا الشكل والحجم واللون والعدد تماثل تيبيكال اصل نسخه تيبيكال اصل الجزء اليمين نفس الجزء الشمال. انما التوازن الغير متماثل وده يستحسن استخدامه في كل الحالات، هو توزيع العناصر بشكل مختلف بطريقه تجعل العمل متناسقا بصريا. بنوزع العناصر بشكل مختلف. يعني مثلا بصوا هنا لو قسمنا الصفحه هنلاقي الجزء ده مش نفس الجزء ده. لو قسمنا الصفحه هنا هنلاقي الجزء ده مش نفس الجزء ده. وهنا بقى ده غلط جدا. لو جينا عملنا البتاع هنلاقي الطبه دي طبت كده، بصوا مش مريح يعني. تحسوا ان انا حاطه كل الكتل هنا وفي كتله واحده هنا. ده ابدا مش مريح للعين. فده غلط اساسا. ده كده تصميم ما فيهوش توازن. انما ده في توازن ده في توازن مع اختلاف بقى تصاميم يعني. فاحنا بنحاول نخلي الجزء فيه عناصر والجزء اللي جنبه فيه عناصر اقل. احنا ممكن بقى نستخدم حاجات هنا في الخلفيه بقى، ممكن يكون في جبال، ممكن يكون مش عارفه ايه. وكل ما الحاجه بتبعد كل ما الحاجه التون بتاعها بيخف. تالت حاجه عندنا هو التوازن الشعاعي، اللي هو بيكون في نقطه وبينتقل منها كل اسمها ايه دي، كل الشكل يعني. في نقطه وبينتقل منها كل الشكل، نقطه وبيتكلم منها كل الشكل. فاهمين؟ فهو ده شعاعي اللي هو ده برضو في حاجات معينة ممكن أعمل من دي باترن، ممكن مش عارفة ايه. بس يستحسن دايما توازن غير متماثل ولكن متزن. تاني مبدأ معانا وهو مبدأ الإيقاع أو الحركة. الإيقاع هي الحركة يعني. تعريف الإيقاع ببساطة دي عشان نعرف أي حاجة نعرف تعريفها عشان يبقى الموضوع سهل بالنسبة لنا فهمه. فهو تكرار أو تتابع العناصر. يعني التكرار
وتتابع العناصر بشكل منتظم أو غير منتظم، اللي هو متغير يعني. فعندنا التلات أنواع برضو عشان نعرف نحقق الإيقاع. عندنا إيقاع منتظم، إيقاع متغير، وإيقاع متدفق. هنشوف ازاي دلوقتي. الإيقاع المنتظم هو تكرار العناصر بمسافات متساوية بالظبط، زي المثال اللي وريتها لكم دي كلها. يعني هنا المسافات ما بين كل حاجة متساوية، ممكن في الطول يختلف يعني. هنا مثلا بصوا ديت متساوية جدا في كل حاجة. ده برضو بصوا هنا المسافات لو قربنا شوية، كل حاجة هنا ده كلها إيقاع منتظم. إيقاع منتظم وإيقاع منتظم، دي الأمثلة بتاع الإيقاع المنتظم: تكرار العنصر نفسه بمسافات متساوية، ممكن يكون مختلف في الألوان وفي كل حاجة، بس بيتكرر بنفس المسافات بالظبط. إنما الإيقاع المتغير أو غير المنتظم بقى هو تكرار العناصر بأحجام ومسافات مختلفة. بنكرر العناصر بأحجام ومسافات مختلفة، زي هنا مثلا لو ده مثلا تحسوه فيها غابة، هي العناصر متكررة بس المسافة اللي نفسها اللي حواليها مش نفسها. هنا مثلا دي مثلا أمواج بحر، حاولت اعمل شكل بسيط يعني، متكرره بس مش بمسافات ولا بحاجه ولا هي منتظمه خالص يعني. هنا برضو عنصر بسيط، عناصر بسيطه جنب بعضها متكرره، يعني مثلا هنا المستطيلات متكرره اهيت، الدوائر متكرره بس مش بمسافات ولا باحجام زي بعضها، هو ايقاع متغير. وده يستحسن جدا 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 احسن من ده. يعني ده بيستخدموا في حاجات بسيطة اللي هي زي ما الحاجات دي كلها، انما لو اتكرر بيحصل ملل في العين. فيستحسن ان احنا ما نستخدمش الايقاع المنتظم دائما، بس بيستخدم في بعض الحالات برضو، يعني كل حاجة بتستخدم في بعض الحالات. متدفق بقى هو حركة العين بطريقة سلسة، ده جميل جدا برضو. زي مثلا لو هنعمل حاجة فيها اشكال ديت، بصوا متكررة بس بطريقة سلسة ازاي، بتخلي عينك تتحرك مع التصميم وكله بيتجه في نقطة معينة. دي برضو سلسة جدا. دي بقى حاجات بقى بنسموها في التصميم يعني. دي برضو بصوا مكررة الخطوط كلها بس بطريقة سلسة بتخلي العين تتحرك مع التصميم. مش زي مثلا ده انت عينك ما بتتحركش يعني، هنا بتتحرك هنا ما بتتحركش هنا. هنا برضو حركة بسيطة جدا، انما المتدفق ده دايما بتحس ان هو عينك بتتحرك معاه يعني. فده تاني نوع من انواع التصميم. تالت حاجة بقى وهي اللي هو المبادئ يعني. تالت حاجة وهي الوحدة، اليونتي. لحظة واحدة نفتح لها التانية ديت. الوحدة فتعرفها ببساطة هي انسجام العناصر. انسجام العناصر اللي احنا قلنا عليها بتاع الشكل والكتلة والخط والحاجات دي كلها، بقى حاصل ما بينهم كده انسجام في التصميم. ليه بقى؟ قالهم عشان تعمل معاك ككل متكامل في التصميم، وحدة متكاملة زي العيلة بالظبط كده. فاحنا ممكن نستخدم الثلاث حاجات الثلاث طرق ان احنا نعمل بيها يونيتي في الموضوع، وحدة في الموضوع: استخدام نفس الاشكال والالوان، او وضع العناصر القريبة من بعضها، وضع العناصر القريبة من بعضها، او انتقال التدريجي بين الالوان والاحجام. فدول التكرار والقرب والتدرج اللي بنحقق بيهم الوحدة. فعندنا مثلا هنا في تكرار للعناصر، صح، في قرب من بعض وفي تدرج. فده مظبوط. ده بصوا هنا عاملين بالدواير اشكال كده. هنا مثلا بصوا بس طبعا حاساها فاهمين ملخبطه جدا، بس ده مثال توضيحي يعني. في هنا قرار العنصر اللي هو عنصر الدايره، وفي انتقال تدريجي بين الحجم. هنا مفيش الوان بس في درجه يعني. بصوا هنا الحجم ده مش زي الحجم ده، وكمان هنا مديك بعد ازاي ان الحاجه دي بعيده. تالت مثال وهو مثال ده تدرج. موجود تدرج بين الالوان، موجود قرب العناصر من بعضها، وموجود ايه التكرار، هو كله متكرر برضو يعني. امثله بسيطه توضح يعني معنى التكرار في التصميم، وفي الاخر هتلاقوا يعني حاجات زي كده انا بشرح عليها بقى. هنا مثلا بصوا هتلاقوا عاملين تكرار العناصر اللي حواليه دي كلها، تكرار للالوان، والموضوع قريب من بعضه. قرب اللي هو مثلا ما نعملش الحاجه كده، اللي هو مثلا ما نعملش تصميم هنا كده ونروح عاملين حاجه هنا كده وفي مسافه بينهم كده فاضيه ومفيش حاجه تخدم ما بينهم، دي غلط يعني. هنا بصوا بقى هنا حقق ايه، هنا حقق التكرار، عمل توازن في التصميم. يعني ممكن يكون بصوا يعني جزء توازن في التصميم، يعني هنا حقق الوحدة وحقق التوازن
وحقق الإيقاع في التصميم ده. هنا برضو في تكرار للعنصر، انسجام مع بعضهم في العناصر مع بعض. أهم حاجة في التصميم وهي الكونتراست. التصميم من غير كونتراست ما يبقاش تصميم. ايه هو الكونتراست؟ ان الحاجة تكون بارزة، البطل اللي انا عايزة اظهره يكون باين جدا، يكون في اختلاف في العناصر، بحيث ان اول ما احط عيني على التصميم الاحظ البطل في التصميم بتاعي. فهنا اللي يقصد بيه الكونتراست الايه، التباين. التباين بالعربي التباين، تعريفها بقى يعني اظهار الاختلاف بين العناصر. العناصر احنا قلنا عليها ايه، اللي هي الشكل والخط واللا بلا بلا. الاختلاف بين العناصر ديت لجذب الانتباه او تسليط الضوء على فكرة معينة، عشان نجذب الانتباه ونسلط الضوء على فكرة معينة. اشكال بسيطة من الكونتراست اللي ممكن احقق بيها التوازن بتاعي، هي ممكن باللون، ممكن نعمل تناقض في اللون، نستخدم الوان متناقضة مع بعضها، زي الاسود مع الابيض. انا عملت الاسود مع الابيض زي الابيض مع الاسود. وبصوا هنا استخدمهم الوان ازاي، تحس اول ما عينك هتبص على الجزء ده على طول، اللي فيه اللون الاحمر الجاذب للعين وكبيره في نفس الوقت، فيه تباين بين الالوان والاحجام كمان. هنا مثلا بص عامل لك ازاي، هنا بقى اكتر مثال بين التباين، بص العناصر اللي ورا دي كلها، بص اللون بتاعها ازاي خفيف، وهنا اول ما عينك هتيجي على طول على الجزء اللي هو ده. فانا عمل اختلاف واضح موت ما بين البتاع، يعني ما بين التصاميم الاشكال. ممكن نستخدم العناصر كبيرة وصغيرة في نفس التصميم عشان نعمل تناقض زي هنا. ممكن نستخدم تناقض في اللون زي هنا. ممكن نستخدم اختلاف في الشكل زي هنا. فده ببساطة هو الكونتراست. ممكن تيجي شوية بقى كده عشان أعرف أتكلم براحتي. رقم 5 في التصميم ويعتبر هو آخر واحد. إيه طبعا في مبادئ أكتر من كده كمان، بس دول أهم 5 مبادئ ممكن اللي تركزوا عليه، واللي باقي بقى هنبقى نشرحه واحنا إيه بنعمل، يعني بنشرح الحاجات مثلا اللي هي الغلط اللي احنا ممكن نعملها في التصميم. فبس دول 5 مبادئ لازم تركزوا معاهم في التصميم. فيا ريت تكون معاك ورقة وقلم وتكتبهم وتسجلهم، يكونوا معاك. يعني بحس كده لما يكون شخص معاه نوت بوك فيها الأساسيات كلها وفيها شرح لكل حاجة، ومخصصة مثلا دي للجرافيك ديزاين أو للتصميم أو كده، بيبقى رائع جدا يعني، عشان كل فترة وفترة لازم ترجعوا لها. الفرايتي اللي هو التنوع. ليه آخر حاجة؟ لأن احنا هنستخدم التنوع بالحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. فالتنوع مهم جدا جدا في التصميم عشان ما يحصلش ملل في التصميم. يعني تخلي الشخص هو واقف يتفرج على التصميم هو واقف مستمتع وهو بيتفرج، واقف كده اللي هو الله عمال يبص، وعينه عماله تتحرك مع العناصر اللي انت حاططها عشان هي مختلفه وحاططها بشكل معين في تكوين معين. ففي تنوع وفرايتي في الموضوع كده. انما لو استخدمت مثلا، لو التصميم كله عبارة عن دواير، فده فيه ملل. انا ممكن هتفرج مرة وخلاص، مش هكون متحمسة ان اقعد اتفرج على التصميم وادرس كل حتة فيه. فده الفرايتي اللي هو بمعنى اصح كسر الملل البصري واضافة اهتمام وحيوية للعمل الفني، وده اللي بيخلق تجربة للمشاهد ديناميكية ببساطة. زي مثلا هنا لو استخدمنا، بصوا هنا في التصميم ده ازاي عمل تنوع صحيح. التنوع ممكن يكون في الملمس، في الشكل، في اللون. ايه تاني ممكن نعمل في تنوع؟ الأحجام تقريبا يعني. فهنا بصوا الاختلاف والتنوع في المستطيلات، الدوائر، المربعات، اللي مش عارفة ايه. ده صح، ده رائع يعني، في اختلاف وتنوع كبير جدا. انت هتقعد تتفرج واصلا عامل بصوا شكل كده انسان ماسك الجيتار بالاشكال الهندسية. وده اسلوب. هنعمل فيديو برضو يتكلم عن الاسلوب الفني بتاع اي مصمم جرافيكي يعني، ان شاء الله. ان شاء الله. ايه معايا. أم، ده برضو مهم جدا. ده برضو مهم ايه يعني، انا عماله حاسه اني سرحت وانا بشرح. ده برضو بصوا في تنوع بين الاحجام والاشكال والالوان. تنوع بصوا بقى فينا الملمس ازاي. انت اكيد ملاحظ ان الملمس هنا مش زي الملمس هنا.
في الدوائر. بص ده اشكال مسطحه جدا. هنا راح عامل تيكتشر في الموضوع عشان يعمل تنوع. فانت مش ملان وانت بتتفرج، مع انه ممكن يكون شكل واحد مفيش مساحات. اقصد هنا بقى عارفين لما قلت لكم المساحه، بصوا الحتت الفاضيه اللي هنا، دي المساحه السلبيه. ودي اللي فيها العناصر دي المساحه الايجابيه. مساحه سلبيه، مساحه سلبيه، مساحه ايجابيه. بصوا عاملين توافق ازاي، مش حاسين ان انا عماله اشخبط كده، مش حاسين ان التصميم زحمه قوي ومش قادر تبص على كل حاجه. والحمد لله انهينا المبادئ. بتمنى تكونوا فهمتوهم كويس. راجعوا لو ما فهمتوش اي حاجه، ولو لو في حاجه انا مثلا انتوا مش فاهمينها او مش عارفه اوضحها، عرفوني، لا اوضح النقطه دي اكتر، اتكلم عن حتتي اكتر، عشان انا يعني زي ما قلت لكم انا مش احسن حد بيشرح الحاجات ديت يعني، بس عملتها عشان خاطركم والله العظيم. فنبدا بقى بتصاميم عملوها وحققوا فيها كل العناصر ومبادئ. احنا قلنا ان احنا عندنا ايه؟ العناصر اللي هي الشكل والخط وكذا. بص استخدموا هنا خطوط، عايزين بقى نعمل لون احمر قوي كده وكبير عشان نعرف نشرح. خطوط منحنية موجهة عينك لايه؟ لشكل معين. فينا خطوط منحنية موجهة عينك للنقطة دي، فعمل حركة في التصميم. حركة ديت اللي هي الإيقاع اللي وفق بيها ما بين الخط، فأنا عمل حركة. طبعا تنوع بين الألوان وتوافق ما بينها. أنا شوية من العناصر إنه كمان استخدم أشكال هندسية، هي كده أشكال وخطوط ولون، ما عملش تون. يعني هنا هتلاقي كله اللون واحد، مفيش تونات في الألوان، فعادي ممكن ما نعملش تونات. ما عملش فورم، يعني ما تحسش ان في حاجه شكل هندسي، ولكن تحس ان في بعد. البعد ده محققه بالخطوط اللي هو المنظور. لو عايزين فيديو عن المنظور ممكن نعمل فيديو عن المنظور برضو. ده اول واحد حقق فيه كذا حاجة فعلا من العناصر ومبادئ. الدنيا مظبوطة. هنا برضو انا مش عارفة، حاسة ان كل اللي جايبهم شبه بعض ليه كده. المهم يعني ده برضو محقق نفس الحاجات، اللي هو عامل خطوط اشكال مش عارفة ايه. بس انا بجد بحب الحاجات اللي يبقى فيها منظور بالشكل ده. ده منظور، ممكن نبقى نعمل حاجة عن المنظور. ده اللي احنا قلنا عليه. ده بصراحة محقق كل الحاجات اللي احنا قلناها. ف ببساطة يعني ده بصوا تاني فيديو بسيط أبسط من الفيديو اللي قبله. مش عارفة ده بقى هيكون نظامه ايه معاكم، بس أنا حاولت أعمل نفس اللي أنا عملته في الفيديو اللي فات. فالشمس خلاص راحت والدنيا خلاص بقت تظلم بينا. وبس كده. بتمنى لو الفيديو عجبكم وعايزين نكمل لسه، قشطة نكمل. انا عندي سلسلة كويسة مخططة لها ان شاء الله تفيدكم، ان نتكلم عن كل اساسيات الحاجة. زي ما قلت لكم احاول بقدر الامكان انقل تجربتي من الكلية لهنا. يعني عايزة انقل كل حاجة اتعلمتها في الكلية، اتعلمها تعليم اشرحها لكم هنا ان شاء الله. يعني كل حاجه خاصه بالاساسيات والرسم والتحريك. اسفه جدا جدا للناس بجد اللي بتطلب تحريك، ولكن موضوع اني بجد يعني انا عايزه انزل لكم الحاجات دي كلها في اسرع وقت. وبجد الوقت عندي ضيق جدا جدا جدا. أنا عندي مسؤوليات كتير قوي، انسان كبير وبقى عنده مسؤوليات كتير. ولكن ان شاء الله نحاول نظبط الحوار ان شاء الله. وما تنسوش اخر حاجه خالص، الناس بقى اللي بتكمل فيديو الاخر، يعني ده شرح فالمفروض تكملوا الاخر. يعني المهم يعني ان شاء الله الفيديو هينزل كل تلات. فيديو هيكون في شرح. لو عايزه اعمل فيديوهات تانية هنزلها في وقت تاني غير التلات، عشان خاطر التلات حاسه فاهمين لو في نص الاسبوع لسه ما لحقتش ننزل لاخر الاسبوع، فما فيش حد زهق من الدراسه وكده. وفي يوم الجمعه مش عايزه انزل حاجه شرح بصراحه في يوم الجمعه، عشان يوم الجمعه تاخدوا اجازه ما تذاكروش في حاجه يعني. بس كده. بتمنى تكونوا استفدتم، وان شاء الله الفيديو ما يكونش طول يعني. بس باي باي.